انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال وراحه بال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم فيديو جديد النهارده، فيديو حلو جدا جدا، يا رب يعجبكم. بس لو الفيديو عجبك ما تنسيش اختك بقى بلايك واشتراك حلو كده في القناه عشان تنضمي كده لعيلتي الصغيره اللي بكره تكبر بيكم. تعالوا بقى النهارده فيديو جديد وفيديو كده روتين واكل هنعمله سريع مع بعض، وهنشوف كده الفيديو هيمشي ازاي. اول حاجه بقى انا كان عندي ديت. يعني بصوا انا مش بفضل الحاجات المجمده قوي، بس هو لما الولاد بتشتاق للكلام ده بصراحه بجيبه، يعني او اللي هو ايه، خلاص بقى نفسهم راحت له، فاهميني؟ ده سجق كده يعني جاهز بيتباع، النوع اللي انتوا قريتوه ده. في انواع تانية كتير بس هو النوع ده حلو جدا. يعني ما فيهوش زفاره، طعمه مش وحش بصراحه، طعمه حلو جدا رغم ان انا ما بعملش الحاجات دي قوي. بصوا بقى، انا حطيت معلقه سمنه كده صغيره ونزلته كده يتشوح فيها وفضلت اقلبه بقى، عملت بقى زي الشيفات كده شفتوني بقى وانا عماله اطلعه وانزله كده. وبعدين بقى لما خد اللون الحلو ده نزلت عليه بصلايه كده متقطعه طرنشات، وكمان هحط فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وكمان هحط طماطميه، ممكن تستغني عن الطماطم خالص، بس انا قلت تدي طعم كده حلو وتست جميل، وفي نفس الوقت ايه يعني ما تبقاش كده الاكله كده ناشفه، عايزين حاجه تطريها. فبصراحه قلت الفلفل الالوان والطماطم هتخليها حلوه جدا، وزودتها شويه ملح وشويه فلفل اسود. هعملها بقى سندوتشات كده بعيش بلدي، اللي هو بقى ايه يعني تغيير كده من باب التغيير. بصوا انا وولادي نعشق السندوتشات، عشق كده مش قادره اقول لكم قد ايه، بس هم بصراحه قالوا لي نعملها في فينو، قلت لهم لا، احنا هنعملها بعيش بلدي كده حلو، عشان ايه يعني الفينو كتير برضو ما بيبقاش صحي قوي، فهو العيش البلدي كده حلو قوي قوي. هنا بقى كنت بدوقها وكنت حاطه بقى الكابوتشا دي جنبها، عايزه اقول لكم الكابوتشا معاها بجد حلوه قوي قوي. كانت اكله سريعه وحلوه كده، يعني انا عملت الاكل ديت كده على الساعه 4 ولا حاجه، كلوها وبتاع وكده، وكان ورايا بقى شويه حاجات عملتها في البيت اللي هو بقى نشرت. يعني هو نشرت يا دوبك الوقت كده ابتدى عدى كده شويه، ورجعوا تاني. فهنعمل حاجه بسيطه برضو مع بعض كده، كانوا هما بس اللي هياكلوا، الولدين يعني البنت وانا وباباهم ما كانش موجود، فما كناش هناكل الاكل ده، فالولدين بس اللي جاوا. فبصراحه كان عندي طبق جناحه كده حلو، فقررت ان انا اطلعه كده واعمل لهم منه ايه، زي كباب الحله كده. بس الاول بقى انا قلت انشر الغسيل اللي عندي، ما كانش عندي غسيل كتير هيتنشر، يعني هو كان لبس اغلبيته كان لبس الولاد، كنت غسلاه طبعا انا. موضوع اني اغسل على ايدي ده حاجه صعبه جدا. انا عندي غساله صغيره بس لسه ما استخدمتهاش، غساله كده اللي هي بالكهرباء صغيره حلوه، اللي هي الغساله بتاعت الحاجات الخفيفه كده للولاد، اللي هو تيشرتات فانيلات شراط الكلام ده كله. بصراحه منجزه جدا وحلوه قوي قوي، بس انا ما يعني لسه ما استخدمتهاش الفتره دي، بس انا جربتها قبل كده، كانت عند ماما وجربتها. فلما خدتها من عند ماما او يعني لما هقرر استخدمها اليومين دول، لسه مش عارفه، يعني هبقى اوريكم برضه اصور لكم انا بستخدمها وكده. بس انا كل اللي مخوفني منها ان هي بكهرباء، فانا اي حاجه كده بتتحط في كهرباء وبتبقى يعني اللي هو استعمالها كده يدوي، ببقى خايفه جدا. بس هما يعني ماما قالت لي واختي ايه، طول ما انتي بعيده عنها مش هتاذيكي، يعني ما تقلقيش، اللي هو ايه انتي شغليها عادي جدا، وبتحطي بقى المسحوق العادي، وهي اخرها 12 دقيقه، يعني اعتقد من 7 دقايق لحد 12 دقيقة، 7 10 12. فقلت اجربها بقى كده واشوف الدنيا إيه، وبعدين اول ما اخلص كده وتاخد الدورة بتاعتها اقوم قافلة عليها، فاهميني؟ بصوا بقى انا نشرت وخلصت النشير بتاعي وريحت كمان شويه كده، اللي هو بقى نمت كده شويه حلوين، وقمت بقى قالوا لي يا ماما احنا جوعنا. فبصراحه يعني مش محتاره، مش عارفه اعمل لهم ايه. كان ممكن اعمل بطاطسيتين كده وبتاع، بس انا قلت بقى ايه، لا انا هعمل لهم كده شويه الجنيحه بالبصل. بعشقها يعني. بصوا بقى بحب كده جنيحه كده انزلها تاخد صدمه على النار، وانزل عليها بصلتين تلاتة كده تاخد بقى لون حلو كده وتكرمل كده، وتبقى بقى ملح وفلفل بقى وبهاراتك، ولو سلام بقى لو عندك جوز الطيب، ما كانش عندي للاسف.
وتسيبيها ما بتغيبش خالص، هي الجناحه ما تاخدش وقت. بحب قوي قوي اجيب الجناحه الكبيره دي بصراحه، لما بتبقى الجناحه كبيره كده بتبقى طعمها وشكلها وكل حاجه. عايزه اقول لكم هنا انا كنت بنضفها كويس، قطعت بقى اللي هو الحته اللي بتبقى فوق كده فيها دي ملهاش لازمه بالنسبه لي، برميها بصراحه. يعني بخليني كده في الكتف والحته ديت اللي هي بقيه الجناح. شلت بقى اي دهون فيها واي ريش واي كلام من ده. طبعا الفراخ بالذات يعني بحب اغسلها حلوة قوي قوي بقى، بحط عليها ليمون وملح ودقيق. بس انا ايه، حطيت شوية ملح حلوين، وحطيت كمان شوية ليمون او ليمونة، ونقعتها فيها بقى شوية، سبتها بقى مع نفسها. كنت عايزة كمان اقول لكم، عايزة ابدأ معاكم تنظيفات العيد الفترة الجاية، لان طبعا انا بحكم اني بصور وكده فلازم نبدأ مع بعض تنظيفات العيد بقى بدري، فاهميني؟ اللي هو انا عارفة تقولوا تنظيفات العيد ايه، انت فين والعيد فين لسه؟ يعني هو العيد لسه في 6، شهر 6، وكمان جاي في نص 6، فاللي هو لسه بدري جدا. ما انا هنضف تاني، بس اللي هو لازم اديكوا كده افكار حلوة، او نظبط بقى حالنا مع بعض كده وننظف ونغسل بقى سجاد. وعايزه اقول لكم بقى يعني الحاجات دي بقى لازم نعملها مع بعض ان شاء الله. فممكن كده ادي وقت بسيط كده اليومين دول، بعدين ابدا بقى ايه اللي هو نعمل الكلام ده كله مع بعضينا، عشان لما يجي كده قبل العيد ما نرهقش نفسنا برضو قوي. بصوا بقى، انا زي ما قلت لكم حطيت معلقه سمنه ونزلت كده فيها الجناح هتاخد صدمه، وغطيتها شويه. اول ما ابتدت كده لونها يتغير قمت منزله بقى البصل عليها والملح والفلفل والبهارات، وما حطيتش اي حاجه تانية. هم قالوا لي احنا عاوزينها كده، وعايزين عليها كمان البهارات بس والبصل، مش عايزين ملح وفلفل بهارات والبصل، مش عايزين عليها فلفل حراق، مش عايزين بقى اي حاجه تانية. قلت لهم تمام. فعملت زي ما هم عاوزين بالظبط، هم اللي هياكلوا. وخلصت على طول جدا. وعايزه اقول لكم يعني كلوا واتبسطوا، وكانت اكله حلوه ولذيذه وخفيفه كده بصراحه، ما خدتش وقت مني خالص ولا مجهود ولا اي حاجه، واللي هو كده يعني حاجه كده في السريع، فاهميني؟ بصوا منظرها بقى عن قريب. الصوص ده بقى طبعا بيتغمس كده بقى بالعيش، ولو عامله جنبه بقى رز ابيض بيبقى تحفه. عايزه اقول لكم يعني مشيت حالي كده اليوم كده كان ماشي، سبحان الله ببركه ربنا، مشيت حالي كده وعملت ايه، يعني حاجة بسيطة كده من أول يوم لآخره، بس بصراحة أنجزت معايا اليوم، سواء بقى السجق أو الفراخ الأجنحة، فده أو ده بصراحة خلص اليوم معايا. قمت بقى كده عشان اغير الملاية، كانت محتاجة بقى تتغير، والسر يتنفض والشباك يتنفض وكل الكلام ده. فقلت بقى اغير الملاية واظبط الأوضة كده وامسح بقى من على الوش، فاهمني؟ مش اللي هو تنظيفة عميقة، اللي هو بقى عادي كده من حوالين الفرش عادي. عايزه اقول لكم ان كل واحده فيكم بتعلق لي او بتكتب لي كومنت حلو، والله العظيم ربنا يجازيكي اضعاف 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 ما بتقولي لي. لو اتكلمت كتير كتير مش هوفيكوا حقكم ابدا ابدا كلكم، والله ما هوفيكوا حقكم ابدا. بس في كده متابعه ليا غايبة بقالها كام فيديو، هي ممكن لو بتسمعني تبقى عارفة نفسها لو هي بخير يعني. ولو ما بتعلقش يعني لا، انا عايزة اطمن عليكي، انت اكيد عارفة نفسك. على طول كانت تقولي انت مبدعة، ايه الجمال ده كله. على طول على طول يعني بصراحة، على طول تقولي استمري استمري، كلامها كله ليا استمري. بقالها فترة، بقالها كام فيديو ما بتعلقش، فانا يعني بصراحة كنت عايزة اطمن عليها. بس انا لما واحدة فيكم ما بتكتبش كومنت كده او بتعلق لي، ببقى محرجة ان انا مثلا ابعت لها على يعني اي كومنت هي كاتباهولي، ابعت لها عليه واقول لها طمنيني عليكي، انت عاملة ايه، انت كويسة. بصراحة ببقى خايفة ان اتفهم غلط، فاهماني؟ اللي هو بقى اتفهم ايه، ان انا عشان بعمل فيديوهات فلا ما بتعلقيش لي زي الاول. يعني انتوا لو سألتوا عليا انا هعرف ان ده حب منكم، انما انا لو سألت ممكن الموضوع يتاخد بطريقة تانية، فاهميني؟ بس بصراحة بقى انا استنيت فيديو 2 و3 و4، قلت لا في حاجة غلط، انا عايزة اطمن عليها. فلو هي سامعيني كده يا ريت كده تكتب لي تعليق الفيديو الجاي او الفيديو ده وتطمني عليها، لان بجد والله العظيم ربنا يعلم انا كلكم كده، كلكم كل واحده طبعا اللي بتحط لايك وما بتكتبش تعليق فانا مش عارفاها، انما اي واحده بتكتب لي تعليق فديت انا عارفاها كويس جدا، خلاص اتعودت على تعليقها. فلما بتغيب ببقى فعلا فعلا قلقانه، كاني اختي والله، يعني كاني انا قلقانه على اختي اللي عايزه بجد اطمن عليها، من كتر فعلا ما انا معتبراكوا يعني جزء كبير جدا جدا مني. وربنا يعلم ده والله. لما بتكتبوا لي تعليقات بتفرحني، لما بتدعوا لي
بيني وبين نفسي كده بقول ربنا يجازيكوا اضعاف 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 ما بتقولوا لي، وربنا يفرح قلوبكم يا رب بولادكم وبنجاحهم وبصحتكم، يديم عليكم الصحة وراحة البال والستر وكل حاجة حلوة. بدعي لكم دعاء كتير جدا جدا يا رب يقبلوا مني. ولو انت بقى اخت جديده ليا كده وشفتي الفيديوهات بتاعتي وما بتعلقيش وما بتكتبيش كومنت وما ما بتحطيش اللايك لا، انت المفروض بقى ان انت تشجعيني وتحطي اللايك وتكتبي تعليق حلو. وكمان لو التعليق بتاعك ممكن يكون فيه انتقاد شويه، ما فيهوش مشكله خالص طالما بتقوليه بطريقه حلوه ما تجرحنيش. فده بيفرحني قوي. يعني مثلا انا قبل كده كتب لي كومنت الميه شديده قوي، اقفلي الميه، ما ينفعش ان الميه تبقى كده، حرام وده اهدار في الميه مش عارفه ايه. من بدري يعني بقاله شهور مثلا التعليق ده. فانا ما زعلتش ليه، لان قالته بطريقه حلوه بصراحه، فانا تقبلت التعليق قوي وفرحت اني حتى يعني بصوا حته الميه وكنت فاتحاها كنت بغسل المواعين وكده، فده كان في اخر الفيديو، فانك متابعه الفيديو من اوله لاخره فانتقدتيني في الشيء ده، فانتي بتحبيني فشفتي الفيديو بتاعي من اوله لاخره. بتفرق جدا جدا لما تكوني حباني وعايزه تتفرجي عليا وشفتي الفيديو من اوله لاخره فانتقدتيني في شيء انتي شايفاني فيه في الاخر، فده بسطني جدا. تعليقها كمان خدته بايجابيه قوي قوي. عايزه اقول لكم كمان اني انا مش بهدر في الميه او كده، او مش انا غصب عني عندي الموتور لو اتفتح الميه بتشد، الموتور اتقفل الميه بتضعف. عندي كمان بقالي كده فتره، بقالي كام يوم الموتور عندي فيه مشكله، افتحه ويقفل لوحده، اجي اشغله تاني واعيد تاني يقفل لوحده، ففي مشكله. فما بصدق ان الميه تشد حيلها شويه كده و... واقوم غاسله المواعين في السريع، فاهميني اللي هو ايه، اللي هو مش عايزه برضو اني لا قدر الله الميه تقطع. موضوع الميه ده بيعجقني قوي قوي. حته برضو ان الميه تبقى بطيئه دي بتخنق بصراحه. يعني بص عايزه اقول لكم في نعم كتير جدا جدا ممكن الانسان ما يبقاش حاسس بيها، سبحان الله لما تروح من ايده يحس بيها زي الميه دي. اوقات احنا ممكن ما نكونش حاسين بنعمه الميه قوي عشان موجوده، فاهمني؟ بس بصراحه لما الميه كده بتقطع شويه او بيبقى في مشكله في الميه، الموضوع ده اكيد بيخلينا كلنا مش طايقين نفسنا. يعني متنسوش بقى تحطولي اللايك الحلو بتاعكم اللي بيشجعني ان انا اكمل و... وكمان بقى تعليق كده حلو. لو انت ما بتعلقيش اصلا اكتبي لي تعليق كده يشجعني ويحسسني كده ان انت موجوده. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو جدا جدا، يعني هو اليوتيوب بياخدها كده، تحط لايك حلو يبقى انت كده الفيديو بتاعك عجب الناس فهقترحه اكتر فهيتشاف اكتر واكتر. عايزه اقول لكم ان انا لما فيديو بتعب فيه جدا وبعمله وببقى مجتهده فيه قوي ويعني بصوا موضوع التصوير ده بياخد وقت وجهد وتعب وكل حاجه، وما بيجيبش مشاهدات حلوة، انا ما بزعلش، بالعكس انا باخده بالطريقة الايجابية، اللي هو بحس ان انا عندي روح المقاوحة والارادة والعزيمة ان اكمل، وده بسطني. وبحس ان قناتي في حتة حلوة بالنسبة لان انا يعني انا قربت على السنة مثلا، يعني انا بقالي 7-8 شهور بادئة، قربت على السنة. عايزة اقول لكم ان اليوتيوب مجهد ومتعب قوي 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 قوي، محتاج وقت وصبر وكل حاجة. فبحس نفسي في حتة مش وحشة، بقول يا رب، فاهمين؟ ده كان فيديو النهاردة، كان فيديو كده خفيف وحلو، يا رب كده تكون شوية الدردشة اللي قلناها مع بعض دي تكون كده خفيفة على قلبكم. ربنا يعلم انتوا ايه بالنسبة لي، وانتوا عيلتي بجد اللي بتسندني، يعني بتسندني بالكلام وبالفعل. انتوا بتشوفوا الفيديو عشان تشجعوني، انتوا بتكتبوا لي تعليق عشان تحفزوني ان انا اكمل. انتوا ربنا يخليكم ليا بجد. وكل فيديو مش هوفلكم حقكم بالشكر ابدا ابدا. بحبكم في الله وتوحشوني جدا جدا. الفيديو الجاي، باي باي.